اسمع يا عبد الله إلى هذا الرجل، رجل كان مغرما بالمعاصي والذنوب، لا يعرف في دنياه إلا اللهو والطرب والخنا والزنا. خرج في ليلة من الليالي بعد أن أكرمه الله بزوجه ورزقه ببنت وأكملت 5 سنين، ولكنه ما عف نفسه. أباح له الله النكاح من الزوجة ولكنه ما عف فرجه. خرج في تلك الليلة يبحث عن صاحب سوء ورفقة فاجرة يخالطها في المعصية. ذهب بحث عنهم فإذا بهم قد سبقوه وغادروا. تظاهر وأصاب بالحزن وأصيب بالحزن والحسرة والضيق والندم. رجع إلى البيت فإذا به يعوض تلك السهرة وتلك المعصية بفيلم خلاعي. واسمع يا عبد الله إلى هذا النبأ الغريب. يجلس آخر الليل، أين زوجه؟ زوجته نائمة مع ابنته الصغيرة في غرفة النوم، ويغلق على نفسه غرفة المجلس وينظر إلى التلفاز وهو يشاهد فيلما جنسيا خلاعيا. أما يتقي الله؟ أما يستحي من الله؟ لو قبض الله روحه في تلك الحالة تظنه كيف يبعث على ما مات عليه؟ والله عز وجل في تلك اللحظات قد نزل إلى أين؟ إلى السماء الدنيا، وقد كان أقرب ما يكون من العباد ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهو غارق في شهواته وهو متلذذ بمعاصيه ينظر إلى المحرمات. وفي لحظة من اللحظات يفتح الباب. من الذي فتحه؟ ينظر فإذا ابنته الصغيرة فتحت الباب، نظر إليها فأغلق التلفاز مسرعا، فقالت له ابنته الصغيرة يا أبي اتق الله، عيب عليك، اتق الله، عيب عليك. فإذا به يرتجف وتهزه تلك الكلمات. ثم غادرت البنت إلى غرفة النوم ووقف على حاله يفكر يا أبي عيب عليك، اتق الله، عيب عليك، اتق الله. يقول وظللت أفكر في تلك الكلمات في سكون وفي هدوء الليل. يقول حتى قطع صمت الليل صوت. أتعرف ما هذا الصوت؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. يقول إنه صوت أذان الفجر. يقول فإذا بي أذهب وأغتسل من جنابه وأذهب إلى المسجد متوجها إلى بيت الله. من الذي يشده؟ من الذي يدعوه؟ من الذي يهديه؟ إنه الله جل وعلا. يقول ودخلت المسجد، يقول ودخلت في صلاة الفجر وفي السجدة الأخيرة يقول أجهشت بالبكاء. فلما سلم الإمام يقول ظللت أبكي فسألني من بجنبي ما لك يا فلان تبكي؟ قال إليك عني 7 سنوات ما سجدت لله سجدة. 7 سنوات لو قبض الله روحه تظنه كيف يكون مصيره؟ يقول وظللت أبكي حتى طلعت الشمس وأقرأ القرآن. يقول فذهبت إلى الدوام والعمل. يقول ثم جلست مع صاحب لي في العمل وأخبرته بالقصة فرجعت إلى البيت وصليت الظهر. يقول فلما دخلت البيت فإذا الزوجة تبكي. قلت سبحان الله ما يبكيك؟ قالت يا فلان أدركنا. قلت ما الخبر؟ قالت ابنتك الصغيرة قد ماتت. ابنتك الصغيرة، عيب عليك اتق الله، عيب عليك اتق الله. يقول فأجهشت بالبكاء واتصلت على صاحبي. يقول وصلينا العصر ودفناها وأنا أقول للناس والله أنا لا أدفن ابنتي ولكنني أدفن النور الذي عرفت به طريق السعادة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم